بدل ما تجرب اعمل دراسة مالية واحمي مشروعك. علشان تحمي مشروعك لازم تعمل دراسة مالية قوية قبل ما تبدأ، علشان تفهم المخاطر والفرص وتقدر تتعامل معاها كويس، وتوفر على نفسك وقت وجهد وفلوس. في الأوقات اللي بنعمل فيها حاجة جديدة بيكون عندنا شوية حماس وشوية إثارة، وعلى طول بنفكر في الحاجات الجميلة اللي هنحققها لما يبدأ المشروع. بس في نفس الوقت لازم نفكر شوية في الحاجات اللي ممكن تحصل، ونحمي مشروعنا من المخاطر المالية اللي ممكن تواجهه علشان يقدر يستمر ويكمل. وهو ده موضوعنا، اعمل دراسة مالية واحمي مشروعك. لازم نفهم ان الدراسة المالية مهمة جدا علشان نحمي مشروعنا ونضمن كمان نجاحه، بدل ما نجرب ونخسر فلوسنا. اولا عايزين نفهم ايه هي الدراسة المالية. الدراسة المالية هي دراسة بتساعدك تقدر تتوقع النتائج المالية لمشروعك وتحدد مدى نجاحه وجدول مالية. وعلشان تعمل دراسة مالية كويسة في خطوات أساسية لازم تمشي عليها. تعالوا نشوف ايه هي خطوات عمل دراسة مالية شاملة لمشروعك. في 5 خطوات رئيسية لازم تهتم بيهم وتحددهم علشان تعرف إذا كان مشروعك ده هيكون ناجح وهيحقق أرباح ولا محتاج تعيد نظر فيه. أول خطوة، حدد أهداف المشروع. ابدأ بتحديد الأهداف العامة والمحددة لمشروعك، زي تحقيق أرباح معينة أو توسيع نطاق السوق أو توفير خدمة معينة. الأهداف في المشروع هي النتائج اللي عاوزين نوصل لها. لازم نحدد هدف رئيسي وأهداف فرعية ومؤشرات علشان نعرف نقيس تقدم المشروع. تاني خطوة، اجمع المعلومات المالية. لازم تجمع كل المعلومات المالية المرتبطة بمشروعك، زي الموقع. لو مشروعك بيعتمد على موقع معين زي محل أو مصنع، لازم تعرف تكلفة الشراء أو استئجار المكان ده وتكلفة التجهيز والصيانة. وكمان الموظفين، حدد عدد الموظفين اللي هتحتاجهم وأجورهم، والمصروفات الإضافية زي التأمينات والمكافآت والتدريب، وكمان المواد الخام والمستلزمات. عايزك تحسب تكلفة المواد الخام والمستلزمات اللي هتستخدمها في تشغيل مشروعك، وكمان تحدد الكمية اللي هتحتاجها. وطبعا ما تنساش التسويق والدعاية، حدد ميزانية معينة للتسويق والدعاية علشان تعرف تروج لمشروعك وتجذب عملاء جدد. وكذلك التراخيص والتصاريح، لو مشروعك محتاج تصاريح وتراخيص من الجهات المعنية، حاول تقدر تكلفة التصاريح ديت والوقت اللي هتاخده علشان تجيبها. بعد ما تجمع كل المعلومات ديت لازم تحللها وتحسب التكلفة الإجمالية للمشروع والإيرادات المتوقعة. ده هيساعدك تعرف إذا كان المشروع هيكون مربح ولا لأ، وهل هيستاهل الاستثمار فيه ولا لأ. الخطوة الثالثة، اعمل موازنة بادجت. اعمل موازنة للمشروع بتشمل توقعات الإيرادات والمصروفات على مدى فترة زمنية معينة، وليكن مثلا سنة واحدة. الخطوة الرابعة، تحليل الفجوة. قارن بين الإيرادات والمصروفات علشان تقدر تحدد الفجوة المالية اللي محتاج تغطيها علشان تحقق أهدافك. الخطوة الخامسة، تقييم معدل العائد. احسب معدل العائد على الاستثمار اللي هو ال ROI بتاع مشروعك وشوف إذا كان مجزي ولا لأ. وخليني أقول لك التحليلات المالية الأساسية اللي ممكن تعملها على الدراسة المالية. في شوية تحليلات مالية مهمة محتاج تعملها على دراستك المالية للمشروع، وهي تحليل الأرباح والخسائر. بيساعدك على تحديد قدرة المشروع على تحقيق أرباح والتكلفة المتوقعة للتشغيل والمبيعات. التدفق النقدي الكاش فلو هيساعدك على قياس التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع وتأثيرها إيه على السيولة وقدرة المشروع على سداد التزاماته المالية. نقطة التعادل البريك ايفن بوينت، ده هيحدد لك المدة الزمنية علشان إيرادات المشروع تعادل تكلفة المشروع. الربحية، علشان تقيس مدى جدوى المشروع من حيث الربحية وكيفية توزيع الأرباح بين المساهمين. البالانس شيت أو المركز المالي، علشان تعرف تقيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في المشروع وتأثيرها إيه على قيمة المشروع. النسب المالية الفاينانشال ريشوز هيعرفك مؤشرات أداء المشروع ومقارنتها بالمعايير الصناعية والشركات المنافسة. وكمان المخاطر، وده علشان تحديد المخاطر المحتملة اللي ممكن تواجه مشروعك، زي المخاطر المالية أو التشغيلية أو السياسية، وتقييم تأثيرها على أداء المشروع. كل التحليلات اللي فاتت ديت هتساعدك تفهم أكتر عن مشروعك، وكمان هتعرف إذا كان جاهز للنجاح ويستاهل الاستثمار فيه ولا لأ. مهم جدا إنك تعمل التحليلات ديت بشكل دوري علشان تتأكد إنك ماشي على المسار الصح وتعرف تتعامل مع أي تغيرات ممكن تحصل. في آخر الفيديو خليني أقولك نصايح لعمل دراسة مالية قوية. في شوية نصايح محتاجك تخلي بالك منها وانت بتعمل الدراسة، لأنها هتساعدك تعمل دراسة مالية كويسة جدا للمشروع بتاعك. أول حاجة، خليك واقعي وموضوعي. لما تعمل دراسة مالية مهم جدا انك تكون واقعي وموضوعي في توقعاتك وتحليلك للبيانات. ما تتوقعش نجاحات كبيرة من غير أساس متين. تاني حاجة، استخدم مصادر موثوقة.
علشان تجمع المعلومات المالية حاول تعتمد على مصادر موثوقة ومحدثة زي التقارير المالية لشركات مشابهة أو الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية. تالت حاجة، استشير خبير. لو ما عندكش خلفية قوية في المجال المالي ممكن تستعين بخبير يساعدك في إعداد دراسة مالية متكاملة وموضوعية. رابع حاجة، اعمل سيناريوهات مختلفة. حاول تعمل توقعات مالية على أساس سيناريوهات مختلفة زي تغيرات السوق أو تكلفة المواد الخام، كده هتكون مستعد لأي تحديات ممكن تواجه مشروعك. خامس حاجة، استخدم برامج مالية. في برامج وأدوات مالية كتير ممكن تساعدك في عمل دراسة مالية دقيقة وشاملة. حاول تستخدم البرامج ديت علشان توفر وقت وتضمن نتائج أفضل. النصيحة السادسة، ما تنساش تراجع الدراسة. بعد ما تخلص الدراسة المالية مهم تراجعها وبانتظام وتعمل تحديثات عليها على أساس المعطيات الجديدة. ده هيساعدك تكون على دراية دايما بأداء مشروعك وتتوقع المشاكل قبل ما تحصل. النصيحة السابعة، راعي التضخم وتأثيره على المشروع. علشان تعمل دراسة مالية قوية مهم جدا انك تاخد في اعتبارك معدلات التضخم المتوقعة وازاي ممكن تأثر على تكلفة المواد الخام والمصروفات والأرباح. النصيحة الثامنة، تقييم المخاطر. قيم المخاطر المحتملة اللي ممكن تواجه مشروعك زي المخاطر المالية أو التشغيلية أو السياسية، وحاول تعمل خطة معينة علشان تواجهها وتقلل من أثرها. النصيحة التاسعة، تحليل الاستثمارات البديلة. قارن بين مشروعك واستثمارات بديلة تانية علشان تتأكد إنك اخترت أفضل خيار متاح ليك. النصيحة العاشرة، اعمل تحليل نقطة التعادل. البريك ايفن اناليسيز. تحليل نقطة التعادل هو تحديد المدة علشان تكون إيرادات مشروعك تساوي تكلفة المشروع. ده هيساعدك تعرف إذا كان مشروعك قابل للتحقيق ويستحق الاستثمار ولا لأ. النصيحة الأخيرة، مراجعة التوقعات. لازم تراجع التوقعات المالية بشكل منتظم وكمان تعدلها بناء على الأداء الفعلي لمشروعك وتغيرات السوق. بالنصائح دي كلها إن شاء الله هتكون قادر تعمل دراسة مالية قوية وتحقق نجاح لمشروعك. المهم دايما إنك تفضل ملتزم بتقديراتك وتحليلاتك وتكون مستعد للتعديلات والتغيرات اللي ممكن تحتاجها على طول مدة تنفيذ المشروع.